اليوم نريد نبين لكم يعني بعض اللي جرى، وهذا درس لأبناء وطننا الحبيب حتى يكون عندهم همة وما يصير عندهم إحباط كسل من جراء اللي صار عندهم أو راح يصير لا سمح الله للآخرين. أريد أعطيكم دفعة معنوية بالنسبة للمرض أو الإعاقة اللي تصيب الإنسان. مثل ما أنا صار عندي إعاقة، وهذا تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى نحمده ونشكره وإلى به حكمه. أبد ما يحبط الإنسان ولا يجزع ولا يكسل. هذا المفروض يكون عنده حافز إنه يقدم أكثر وأكثر ويتوكل على رب العالمين بالدرجة الأولى حتى الله سبحانه وتعالى يعينه ويسوي شيء يفوق المعتاد أو الخيال. من واحد يقدم على فعل ويجيب إنجازات باهرة بعد ما هو كان صاحي ما يقدر يسويه. إذا أكو يعني يد الله سبحانه وتعالى هي لها سبب كبير في إعانة هذا الشخص أو سواء كان إنسان رجل أو امرأة، عفوا كان رجل أو امرأة، الكل سواء إن شاء الله تعالى. المهم الواحد لا يعني يوقف عند الإعاقة ويجعلها هي السبب في تدمير حياته وإحباطه، لا يتوكل على الله سبحانه وتعالى. خير دليل هذا الصبي القطري أو الشاب أو الطفل، والله ما أعرف جد عمره، هو بدون أقدام يعني خطير، تشوفي صاحب همه ويمشي ويتحرك ويصعد سيارة وينزل ومتكلم. هذا ما عنده من فراغ، لو ما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. أكيد له دعم من أبويه، لكن بنفس الوقت هو أيضا له دور بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فأني أصابني الذي أصابني والحمد لله على كل حال. فابتديت أقدم هذا المحتوى إلى بصفتي أنزله إلى زبائني وإلى العالم أجمع بصورة عامة، حتى يرون خصوصا العراقي صاحب عزيمة وشوكة وعقل منور، يعني عنده اندفاع وعنده طموح وعنده تطلع. ونرجع نقول الإعاقة مو تكون سبب بتدمير الإنسان. كذلك يجب على الدولة أن تدعم